طيب كده هنبدأ مع بعض شرح ال Unit 3 في الجيومتري أو Unit 3 الجيومتري عامة. هنبدأ نشرح مع بعض Lesson 6 و Lesson 7 ده بالنسبة للمعاصر، وبالنسبة لكتاب المدرسة هما Lesson 5 و Lesson 6. تمام. هنشرح مع بعض أول درس كده. Lesson 6 بيكلمك عن إيه؟ بيكلمك إزاي تجيب الأريا لسلندر وتجيب الأريا لبريزم، والبريزم ده البيز بتاعه بيتغير. خلينا الاول نشوف كده مع بعض ايه هي السلندر، او نفتكر مع بعض السلندر، لان احنا اوريدي خدنا حاجه زي كده قبل كده. لو انا عملت لك سلندر بالمنظر ده تقول يا مستر دي اشبه ما تكون مثلا بالبنسل كيس بتاعتي، اشبه ما تكون بازازه ميه، اي بوتل عندك يعني بالمنظر ده. تمام. لو انا جيت حطيت لك كده بوينت هنا وحطيت لك بوينت هنا، قمت قايل لك دي ايه من الدرس اللي فات، يجي واحد ذاكر الحصه اللي فاتت، لو انت ما ذاكرتش الحصه اللي فاتت ممكن تتابعها في الفيديو اللي قبليه على اليوتيوب. تمام. يجي يقول لي الشكل اللي فوق ده او الجزء اللي فوق ده المدور اللي فوق اللي عمال يلف ده سيركل انا خدته من الدرس اللي فات. اقول له كلام جميل. يقول لي السيركل يا مستر كانت بتتميز ان هنا بيبقى ليها سنتر وهنا ليها سنتر. اقول له كلام حلو زي الفل. يقول لي يا مستر السنتر لو انا شديت منه لاين كده لمس السيركل مثلا هنا عند A، ولمس السيركل تحت هنا كده عند البوينت B، اقول له دول اسمهم ايه؟ يقول لي ده اسمه ريديوس وده اسمه ريديوس. اقول له حلو. اقول له على فكرة انت عارف حاجة؟ يقول لي ايه؟ على فكرة الريديوس ده قد الريديوس ده. ليه؟ عشان التو سيركلز دول كونجرانت. التو سيركلز دول مالهم كونجرانت. يقول لي ازاي يعني يا مستر التو سيركلز دول كونجرانت؟ اقول له بص، شغل دماغك كده بالراحه. لو انت قاعد في الاوضه بتاعتك، هل السقف اكبر من الارض ولا السقف قد الارض بالظبط؟ هيقول لي السقف قد الارض بالظبط. اقول له نفس الفكره هنا. ما هي دي زي ما تقول انبوبه اهي. تمام. ماسوره الميه الكبيره اللي انت بتشوفها في الشارع اهي. ماسوره الميه دي ما طبيعي ان البدايه بتاعتها تبقى زي النهايه بتاعتها، الدايره الفاتحه بتاعتها زي المخرج بتاعها. الاتنين لازم يكونوا نفس الدوران بالظبط، نفس اللينس بالظبط، نفس الاريا بالظبط. تمام. كلام جميل. اقول لك ايه رأيك لو انا وصلت كده لاين ما بين السنتر بتاع السيركل اللي هي في التوب والسنتر بتاع السيركل اللي في البيز؟ عارف اللاين ده ليه اسم؟ الاسم بتاعه ايه؟ يقول لي الاسم بتاعه ايه؟ اقول له الاسم بتاعه الهايت، الارتفاع بتاع الماسورة دي. يبقى انا عايزك بس تثبت حاجة كده في دماغك وتقولها دلوقتي، ان اي هايت هناخده، تمام، الهايت هيبقى ما بين مين وما بين مين؟ ما بين البيز وما بين التوب. ادي ده البيز، السيركل تحت هي البيز، والتوب بتاعنا اللي فوق، الجزء بتاعنا اللي فوق. تمام. دي اول حاجة كده عايزك تعرفها، ان الهايت بيبقى joining between these two surface. تمام. ماشي. كلام جميل. بص بقى يا سيدي، اي شكل في الدنيا هتلاقي جوه الشكل ده، هتلاقي جوه الشكل ده هايت اصبح ملوش اريا، اصبح ليه حاجة اسمها lateral surface area، وحاجة اسمها total surface area، وحاجة اسمها volume. يعني ايه lateral surface area دي؟ يقول لك lateral surface area دي يعني انا هجيب الجزء ده، هجيب الجزء ده كده، الجزء ده. تمام. الجزء اللي انا بلونه. ايوه يا مستر، يعني اللي انت بتلونه ده اللي هو ايه برضو؟ اقول لك اللي انا بلونه ده يا سيدي بمنتهى البساطة، يعني كأنك بتجيب لي ايه؟ كأنك بتجيب الاريا بتاعت الجزء من غير البيز ومن غير التوب، من غير البيز ومن غير التوب. يعني الأوضة بتاعتك كأنك بتجيب الاريا بتاعتها من غير ايه؟ من غير الأرض ومن غير السقف. يبقى اللي انا لونته بالاصفر ده هو مين؟ هو اللاترال سيرفيس اريا. طب لو انت، يبقى تعالى نقول كده، يبقى اللاترال سيرفيس اريا اول حاجه كده عندنا، يبقى عندنا قانون لللاترال سيرفيس اريا. قلنا ايه هي اللاترال سيرفيس اريا دي؟ اللاترال سيرفيس اريا دي، يبقى قلنا اللاترال سيرفيس اريا دي هي الاريا بتاعت ايه؟ بتاعت الجزء من غير السقف والارض. من غير مين؟ من غير السقف والارض. كلام جميل. طيب الاريا من غير السقف والارض دايما بتيجي ازاي؟ تعال ما اقول لك دايما بتيجي ازاي. الاريا من غير السقف والارض بنقول القانون بتاعنا دايما، قانون اللاترال سيرفيس اريا عبارة عن perimeter of the base multiply الهايت. يجي واحد يقول لي ايه؟
مستر هو انا البيز بتاعي هنا عبارة عن ايه؟ ده سيركل. ما انا قايل لك من الدرس اللي فات مفيش حاجة اسمها بريمتر للسيركل، في حاجة اسمها ايه؟ ايوه شاطر، في حاجة اسمها circumference of the circle. طب قانون السيركمفرنس بتاع السيركل عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 باي ار. يبقى قانون اللاترال سيرفيس اريا بتاع السلندر عبارة عن 2 باي ار ملتبلاي الاتش. يجي واحد يقول لي توتال سيرفيس اريا، انا عايز التوتال سيرفيس اريا. التوتال سيرفيس اريا يبقى انا هجيب الاريا بتاعت الجزء اللي انا ملونه اللي انا عامل له شيدد بالاصفر ده، بلس الاريا بتاعت السقف والاريا بتاعت الارض. يعني واحد تاني يجي يقول لي ايه، واحد بقى مصحصح كده معايا يقول لك يا مستر يعني التوتال سيرفيس اريا من غير لك كتير هي عباره عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. بلس مين؟ دبل الاريا اوف ذا بيز، يعني 2 ملتبلاي الاريا اوف ذا بيز. اقول له تمام، تعالى نكتب بقى القانون. اللاترال سيرفيس اريا احنا لسه جايبينها بايه؟ ب 2 باي ار ملتبلاي الاتش يعني اتش، بلس الاريا اوف ذا بيز. احنا قايلين هو البيز بتاعنا على شكل ايه؟ البيز بتاعنا على شكل سيركل، يبقى الاريا بتاعت السيركل باي ار سكوير. يجي واحد بقى شاطر من الترم اللي فات يقوم قايل لي ايه؟ يقول لي بص بقى يا مستر انا هعمل ايه؟ انا هاخد ال 2 باي ار كومن فاكتور. اقول له شاطر ممتاز، خدت ال 2 باي ار كومن فاكتور. متعودين من فاكتورايزيشن الترم اللي فات اول ما اخد كومن فاكتور افتح براكت، يبقى لك من هنا، من هنا من الجزء الاولاني ده يبقى مين؟ يبقى لك الاتش بس. وهنا من الجزء التاني انا خدت منه ار وهو ار باور 2 يبقى ار واحده. يبقى تقول لي يبقى لي اتش بلس ار. اقول لك ممتاز. اخر حاجه، اخر قانون عندنا قانون الفوليوم. واقول لك الفوليوم عبارة عن ايه؟ الفوليوم بتاع اي حاجة في الدنيا 3D او اي شكل في الدنيا البيز اريا ملتبلاي الهايت. طب هي البيز اريا عندنا عبارة عن ايه؟ ها؟ يجي واحد يقول لي البيز اريا عندنا عبارة عن سيركل يعني باي ار سكوير ملتبلاي الاتش ملتبلاي الهايت. وقلنا دايما مين هو الهايت؟ قلنا قبل كده الهايت هو اللاين اللي joining between السنتر، قصدي between التوب السقف بتاعنا والبيز بتاعنا. تمام؟ ده كده القوانين بتاعت السلندر. ندخل على الشكل اللي وراه الا وهو ايه؟ البريزم. تمام؟ ادي البريزم عندنا اهو. تمام؟ ممكن برضو الفهولك كده يبقى نايم كده احسن. ممكن ارسم لك يعني خلي ده كده واقف وارسم لك واحد تاني يكون نايم برضو عشان يعني ايه تفهم بس قوانين واحده واحده كده. البريزما عندنا مش جاي في المنهج، مش شرط ان السقف بتاعه، فين السقف بتاعه؟ حد يعرف يحدد كده السقف بتاعه؟ اهو ده السقف بتاعه اهو، تراينجل اهو. يبقى السقف بتاعه عبارة عن ايه؟ عبارة عن تراينجل. كلام جميل وزي الفل. طيب والارض بتاعته عبارة عن ايه؟ الارض بتاعته عبارة عن ايه؟ ها؟ الارض بتاعته عبارة عن تراينجل برضو. كلام جميل برضو زي الفل. ماشي. يجي واحد عايز اقول لواحد هات لي الهايت، فين الهايت يا ريس؟ يقول لي والله ده يعتبر الهايت، ده او ده. تمام؟ او ده. هما التلاتة يعتبروا هايت لان هما لاين جويننج. يبقى زي ما قلنا ده يعتبر هايت وده يعتبر هايت وده يعتبر هايت. المهم ان الهايت عندنا هو ايه؟ هو اللاين الجويننج بتوين البيز وبتوين التوب، ما بين البيز تحت وما بين التوب. كلام جميل. البيز عندنا هنا على شكل ايه؟ على شكل تراينجل، ممكن يجيلك على شكل سكوير، ممكن يجيلك على شكل ريكتانجل. الاسئله عندنا جت على واحده من الثلاث اشكال دول. تمام؟ هفكرك بالاريا الاريا بتاعت السكوير والاريا بتاعت الريكتانجل والبريمتر بتاع السكوير والبريمتر بتاع الريكتانجل دلوقتي. اول حاجه كده عندنا، انا لو حبيت اجيب الاريا بتاعت التراينجل، انت عارف من قديم الزمن ان الاريا بتاعت التراينجل عباره عن ايه؟ عباره عن هاف تايم بيز تايم هايت. طب هو فين الهايت بتاع التراينجل؟ بص يا سيدي، التراينجل اللي قدامك ده انت مش عارف تجيب له هايت او مش لاقي له هايت، هو ما رسمش الهايت. تقوم انت نازل بلاين كده، او مش انت هتنزل يعني، هو هيبقى نازل لك، يعني هو هيبقى مديلك السؤال مرسوم. تمام؟ والهايت هتلاقيه نازل على واحده من البيزس، نازل بربنديكولار كده.
يبقى انا مش عارف الهايت بتاع التراينجل، ادور على السايد اللي نازل perpendicular جوه ايه، جوه التراينجل، السايد اللي عامل انجل 90 ديجري، يبقى ده الهايت وده البيز. اعمل البيز ده تايمز الهايت، جبت الاريا بتاعت التراينجل. تعال نجيب بقى كده lateral surface area. نجيب بقى قوانين بقى الايه، البريزم. اللاترال سيرفيس اريا، احنا قلنا اللاترال سيرفيس اريا عباره عن ايه؟ شاطر واحد يقول لي البريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت. اقول له حلو. طب هو البريمتر بتاع البيز عباره عن ايه؟ البريمتر بتاع التراينجل. يعني ايه بريمتر اصلا؟ بريمتر ده يعني بتجمع السايدز بتاعت الشكل اللي عندنا، يعني السايد ده بلس السايد ده بلس السايد ده. خلينا يا سيدي نسميها سايد 1 بلس سايد 2 بلس سايد 3 ملتبلاي الهايت. اوعى واحد يغلط ويروح يضرب يعمل ملتبلاي الهايت ويحط الهايت بتاع التراينجل، غلط. مين الهايت اللي عندنا؟ الهايت عندنا هو اللاين اللي وصل ما بين التراينجل اللي فوق والتراينجل اللي تحت، اللاين اللي وصل ما بين البيز، ما بين البيز وما بين التوب، ما بين السقف وما بين الارض. تمام. طيب تعالى نروح نجيب التوتال سيرفيس اريا. التوتال سيرفيس اريا قلنا هي عبارة عن ايه؟ يجي واحد شاطر يقول لي ايه هي اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف بيز. اقول له ممتاز، تعالى نعوض. اللاترال سيرفيس اريا اوريدي جبناها. طب والاريا اوف ذا بيز يعني 2 ملتبلاي الاريا بتاعت التراينجل اللي هي هاف تايم بيز تايم هايت. تمام ماشي. يبقى انا اقول اعمل هنا ايكوال، وادي اللاترال سيرفيس اريا نزلت زي ما هي، واعمل بلس ال2 دي ملتبلاي الهاف. 2 تايم هاف هتطلع لك بكام؟ ب1. ال1 ما بيتكتبش عشان ال1 هيبقى معمول ملتبلاي البيز ملتبلاي الهايت، فيبقى لي مين؟ يبقى لي البيز تايم الهايت وخلص. تمام. طب لو عايز اروح اجيب الفوليوم، قلنا الفوليوم عبارة عن ايه؟ الفوليوم قلنا عبارة عن البيز اريا ملتبلاي الهايت. طيب البيز اريا دي اللي هي مين؟ اللي هي الاريا بتاعت التراينجل، يعني هاف تايم بيز تايم هايت. ده مين بقى؟ ده مين ده؟ ده مين الهايت ده؟ تقول لي ده هايت التراينجل. طب وده مين الهايت ده؟ اقول لك على حاجة، ما تيجي نغير المسمى ده، وبدل ما نسميه هايت نسميه ال. يعني ايه ال؟ يعني lateral edge، يعني edge يعني لاين، زي ما تقول سايد، بس احنا بنسمي السايد في 3 دي shapes edge. تمام. edge line كده joining between the base and the top. تمام. يبقى هنسميها ملتبلاي ايه في الاخر؟ ملتبلاي ال. مستر هو تفرق لو سمينا ال ده حاجة تانية؟ عادي يعني، مش شرط كل المدرسين يسموها ال، كل مدرس ممكن يسميها مسمى تاني مختلف، عادي ما فيش فيها اي مشكلة. تمام. طيب انا حبيت، انا قلت لك انا ممكن ارسم لك البريزم بشكل تاني برضو عشان يبقى انت متخيل الشكل. لو انا عملت تراينجل كده بالمنظر ده، تمام، وعملت تراينجل تاني كده بالمنظر ده، وقمت موصل لاين هنا كده، وقمت موصل لاين تاني كده، وقمت موصل لاين تاني كده. ادي برضو ده ده برضو هو نفس البريزم عادي جدا. هيبقى في الحالة دي هيبقى ده مين؟ هيبقى ده ال. تمام. وهيبقى لان هو زي ما انت شايف اهو، حتى هنا هو اوضح ان هو واصل ما بين التراينجل البيز وما بين التوب. تمام. هيبقى اللاين ده طبعا هو مين؟ هو الهايت بتاع التراينجل. يعني لو نزل perpendicular هنا كده، هيبقى اللاين ده هو الهايت بتاع التراينجل. في الحالة دي ده هيبقى الهايت، وطبعا ده هيبقى البيز، لان احنا قلنا لو انا محتار ومش عارف اجيب الهايت والبيز بتوع التراينجل، ادور على الاتنين اللي حوالين ال90. ادي ال90 اهي رابطة ما بين تو سايدز، اضرب التو سايدز دول ملتبلاي بعض، خلصنا من الايه، الاريا بتاعتنا والفوليوم. طيب عشان افكر حضرتك برضو، لو احنا عندنا سكوير بالمنظر ده، ادي سكوير، تمام، ادي ده سكوير، ولو رسمت لك برضو ريكتانجل هنا كده، تعال نجيب الاريا بتاعت السكوير ونجيب الاريا بتاعت الريكتانجل برضو عشان انت تبقى فاهم. طيب
الاريا بتاعت السكوير عبارة عن ايه؟ الاريا بتاعت السكوير بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، لو اعتبرنا ان ده سايد، خلي بالك ان السكوير كل السايدز فيه ايكوال، كل السايدز فيه ايكوال، فالاريا بتاعت السكوير تبقى عبارة عن سايد ملتبلاي سايد. طب ولو قلت لك هات لي البريمتر بتاع السكوير، هتقول لي البريمتر بتاع السكوير هيبقى سايد تايم 4. تمام. طيب لو قلت لحضرتك هنا هات لي الاريا بتاعت الريكتانجل، خلي بال حضرتك برضو ان الريكتانجل each two opposite side are equal in length، يعني السايد ده قد ده وده قد ده، الاتنين دول ليهم مسمى، ده اسمه اللينس وده اسمه الويتس. لو جيت قلت لحضرتك انا عايز الاريا، هتقول لي الاريا بتاعته عبارة عن ايه؟ الاريا بمنتهى البساطة اللي في الدنيا عبارة عن لينس تايمز ويتس، والبريمتر عبارة عن ايه؟ لينس بلس ويتس تايم 2. او حد بيكتب التو قبل اللينس بلس الويتس مش فارقه، انت المفروض خدت البروبرتيز اوف مالتيبليكيشن اند اديشن قبل كده. تمام. نبدا ندخل بقى في المسائل بتاعتنا ونشوف المسائل بتاعتنا بتتكلم في ايه. نبدا ناخد كده الاسئله واحده واحده، الاسئله السهله الاول وبعد كده في الاسئله الصعبه. طيب انا متعمد ان انا اخد اسئله كتاب المدرسه، لان احنا عارفين ان اسئله كتاب المدرسه هي الاهم. تمام. يلا example number 1. هنا مديلك الشكل اللي قدامك ده سلندر اهو قدامك، وادالك ال 35 فيت وادالك 4 فيت. عايز حد شاطر يقول لي مين ال 35 ومين ال 4. يجي واحد يقول لي يا مستر انت عمال تقول وتعيد وتزيد ان اللاين جويننج بتوين البيز وبتوين التوب ده بيبقى اسمه مين؟ ده اسمه الهايت. تمام. طيب واللاين ده وصل ما بين السنتر بتاع السيركل ولمس السيركل، يبقى ده مين؟ يبقى ده الراديوس، ده الراديوس بتاع السيركل. هنا انا عايز الفوليوم، عايز اللاترال اريا، وعايز السيرفيس اريا. مستر هو ايه السيرفيس اريا دي؟ طالما قال لك لاترال اريا وسيرفيس اريا، لما يقول لك سيرفيس اريا بس ويسكت ما يحددش لاترال ولا توتال، يبقى معنى كده ان هو عايز التوتال. تمام. يبقى طالما قال لك سيرفيس اريا بس وما حددش لاترال ولا توتال، يبقى هو عايز التوتال. ماشي. يلا نشتغل كده مع بعض نجيب اللاترال سيرفيس اريا. انا ما بحبش حد يحفظ القوانين، انت ممكن تحفظ القانون العام وتعوض. ايه هو قانون اللاترال سيرفيس اريا؟ قانون اللاترال سيرفيس اريا عباره عن بريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت. طب مستر انا مش عارف احفظ ده كمان، لا خلاص بقى روح بقى، هعمل لك ايه يعني؟ مش الدرجات دي، انت لازم تحفظ حاجه وانا اشتغل عليها. يبقى بريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت، البيز عندنا على شكل سيركل، قلنا عندناش بريمتر للسيركل، عندنا سيركمفرنس. السيركمفرنس بتاع السيركل عباره عن ايه؟ عباره عن 2 باي ار ملتبلاي اتش. طب يلا 2 باي ار، هل هو قال لك استخدم الباي برقم محدد هنا؟ ما قالش استخدم الباي برقم محدد. سيب الباي زي ما هي مالكش دعوه بيها، سيب الباي زي ما هي مالكش دعوه بيها. يبقى 2 باي في الار بتاعتنا اللي هي 4 ملتبلاي الهايت بتاعنا اللي هو 35. تمام. هتطلع عندك 2 تايمز 4 8، 8 تايمز 30. تمام. 8 تايمز 30 هتبقى بمنتهى البساطة 240، و 8 تايمز 5 هتبقى 40، هتبقى 280. يبقى سيبها 280 باي فيت باور 2. تمام. ما تعوضش عن الباي بأي رقم، ممكن تحط الباي على الكالكوليتر بس سيب دي الأول. يعني انت ممكن تسيب دي كده. تمام. وبعد ما تسيب دي كده، عايز انت بقى تحط الباي على الكالكوليتر زي ما علمتك في الحصة اللي فاتت. ممكن تحط الباي على الكالكوليتر زي ما علمتك في الحصة اللي فاتت. ازاي يعني؟ اهو يا سيدي، ادي الكالكوليتر جنبك، تكتب هنا 280. الباي بتتكتب ازاي؟ انت عندك الزرار ده مش هيبقى مكتوب عليه اي اكس بي، هيبقى عندك في الاغلب مكتوب عليه تايم 10 باور حاجه، فانت هتدوس شيفت والزرار ده، كتبت لك باي اهي، طلعت لك ب 879.64. ويبقى اعمل ابروكسيميشن، ان هو طالب منك اصلا في السؤال تعمل ابروكسيميشن. تمام. ماشي. ابروكسيميشن اللي هي الراوندنج يعني. تاني حاجه انا عايز اجيب التوتال سيرفيس اريا. نروح نجيب التوتال سيرفيس اريا. قلنا التوتال سيرفيس اريا هو عباره عن ايه؟ هتقولي التوتال سيرفيس اريا هو عباره عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز، بلس ايه؟ دبل الاريا اوف ذا بيز. اللاترال سيرفيس اريا احنا لسه جايبينه بكام؟ ب 280 باي. طب الاريا اوف ذا بيز 2 ملتبلاي الاريا بتاعت البيز باي ار سكوير، يبقى 4 باور 2.
اعمل 2 ملتبلاي 4 باور 2 هتطلع لي 32. يبقى 32 باي بلس 280 باي. هو عامل هنا ايكوال 32 بلس 280 تطلع لك كام؟ تطلع لك 312 باي. وبرضو تكتب هنا فيت باور 2 او ممكن تكتب سكوير فيت. تمام. ويبقى انت اعمل الراوندنج واعمل الابروكسيميشن مع نفسك. السؤال اللي بعده بيقول لك انا عايز الفوليوم او الريكوايرد اللي بعده. قلنا الفوليوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيز اريا ملتبلاي الهايت. طيب يلا نروح نعوض. البيز اريا بتاعتك عبارة عن ايه؟ البيز اريا باي ار سكوير، يبقى باي ار سكوير ملتبلاي الهايت. قلنا الباي تنزل زي ما هي. الار بكام؟ الار هو اداهولك ب 4 يبقى 4 باور 2، والهايت بكام؟ اداهولك ب 35. تمام. اعمل 16 ملتبلاي 35 تطلع لك 560 باي. يبقى 560 باي واعملها فيت باور 2. تمام. ادي كده ده السؤال الاولاني، سؤال سهل جدا مفيهوش اي مشكله. يا جماعه ما ينفعش حد يكتفي بالاسئله اللي موجوده في الحصه، لازم تفتح الكتاب بتاعك وتبدا تحل، سواء اي كتاب انت شغال منه. المهم ان انت تفتح الكتاب بتاعك وتحل. تمام. هتلاقي افكار تانية لو في عندك اي مشكله او في اي فكره وقفت معاك معرفتش تحلها او ما فهمتهاش. تمام. او لو لقيت فكره مختلفه، احنا هنا بنشرح فكر العام، يعني المفروض ان مفيش اي سؤال بعد كده يقف معاك. لو في اي فكره مثلا مختلف وقف معاك او حاجه، ممكن تنزل تكتب لي السؤال في الكومنت. تمام. وانا هحل لك السؤال بتاعك، او تبعته على الواتساب لو انت معاك رقمي او شغال معايا. هنا السؤال اللي بعده بيقول لك right circular cylinder whose volume is كذا and its height is كذا find its total area. طيب right circular cylinder كلام جميل وزي الفل. انا مديلك الفوليوم بتاعها ومديلك الهايت بتاعها وبقول لك هات لي ايه؟ بقول لك هات لي التوتال اريا. طب انت هتجيب التوتال اريا ازاي؟ والله في نوعين من البني ادمين. نوع من البني ادمين يقف في السؤال ويفضل عطلان وما يعملش اي حاجه، ونوع من البني ادمين ما بيخرجش من سؤال فاضي من الدرجات. واحد تاني يقول لي ايه؟ يقول لي انا عندي فوليوم، اروح اكتب قانون الفوليوم وخلاص. اقول له حلو، تاخد بيه درجه على الاقل. قانون الفوليوم البيز اريا ملتبلاي الهايت. اقول له كلام جميل. يقول له يا مستر انا هكمل. البيز اريا هي عباره عن ايه؟ عباره عن باي ار سكوير ملتبلاي الهايت. ويروح يدور. انا هنا عندي الراديوس، ما عنديش الراديوس. انا عندي الفوليوم نفسه. طيب يبقى انا هشيل الفي دي واحط مكانها الرقم بتاعها، يبقى 125.6. ياه، لو عندي واحد من الاتنين دول كانت المسألة اتحل. الحق، ده انا عندي الهايت اهو. ده انا عندي الهايت اهو. تمام. طيب يبقى هنا ايكوال. طبعا في هنا غلطة، انا عملت الفوليوم هنا باور 2 في السؤال اللي قبله، الفوليوم باور 3 يا جماعة. فيت كيوب الفوليوم بيبقى باور 3. تمام. يقول لي ادي ال 125.6 نزلت زي ما هي. تمام. ادي الباي نزلت زي ما هي. ادي الار سكوير نزلت زي ما هي. انا عندي مين؟ انا عندي الهايت ب 2.5 يبقى ملتبلاي 2.5. تمام. طب بعد كده خلي بالك، هو بيقول لك استخدم الباي ب 3.14، يبقى انت تشيل الباي دي وتحط مكانها كام؟ 3.14. بعد كده انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الار. يجي بقى واحد يمسك الكالكوليتر يعمل ده تايم ده، وبعد كده يوديه هناك بالديفايدد، بعد كده يعمل ديفايدد، بعد كده يعمل باور 2. ما بحبش كده. الكالكوليتر بنستخدمه في الماس مره واحده بس، خطوات الماس كلها بنعملها بايدينا. يقول انا عايز مين هنا؟ انا عايز ده، انا عايز ده. اجيب ده ازاي؟ يقول لي ادي الار باور 2 واقفه لوحدها اهي. اللي معمول تايم الار باور 2 يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى اصبح عندي فراكشن. ادي هنا 125.6 يبقى 3.14 تنزل لي هنا ملتبلاي 2.5. يروح يستخدم الكالكوليتر واقوم ضربه على ايده على طول. يقول لي ليه؟ اقول لك هو انا عايز الار باور 2 ولا انا عايز الار؟ انا عايز الار بس. يبقى الار ايكوال كام؟ يبقى الار ايكوال سكوير روت والشكل ده. بعد كده تبقى تبدأ حضرتك تستخدم الكالكوليتر. يبقى بنستخدم الكالكوليتر امتى؟ مرة واحدة في آخر المسألة. تمام. تقوم ماسك الكالكوليتر بتاعك بقى
ده بعد كده عشان تختصر الوقت وتبقى سريع. يبقى 125.6 اوفر 3.14، ومنعا للاخطاء طبعا، انت ما تقعد تستخدم الكالكوليتر اكتر من مره ممكن تغلط. يبقى الراديوس بتاعك هيطلع لك بكام؟ ب 4 سنتيمتر. طلع لي الراديوس ب 4 سنتيمتر، انا عايز التوتال اريا. نروح نكتب قانون التوتال سيرفيس اريا. قانون التوتال سيرفيس اريا عباره عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. هشيله واعوض بقى على طول. يلا نشيله ونعوض بقى هنا. هتشيل وتعوض على طول. اللاترال سيرفيس اريا هي عباره عن ايه؟ عباره عن البريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت، يعني 2 باي ار اتش بلس هنا 2 باي ار سكوير عشان اريا. يلا يا ريس، كنا احنا اختصرنا القانون ده وكتبناه قبل كده لو حد كان حافظ يعني. يبقى 2 باي في الار بتاعتك اللي هي 4، تفتح براكت كنت بتحط جوه مين؟ ار بلس اتش. تمام. الاتش بتاعتك بكام؟ ب 2.5 بلس 4. ما تنساش ان هو قال لك استخدم الباي ب 3.14. احسب وشوف الرقم هيطلع لك بكام، مفيش فيه اي مشكله. تمام. ناخد سؤال تاني. ادي البريزم عندنا هنا اهو. ادي هنا هو مديلك بريزم، ثانيه واحده. ادي هنا هو مديلك بريزم بيقول لك find the total area and the volume for each of the two following solids. تمام. لما يجي يقول لك هات التوتال اريا يبقى هو بيخدعك، يعني انت كده كده لازم هتجيب اللاترال سيرفيس اريا. تمام. البيز بتاعك هنا على شكل ايه؟ لو انت خدت بالك على شكل ريكتانجل، على شكل ريكتانجل. تمام. لو خدت بالك احنا قلنا قبل كده وانا بشرح ان البيز زيه زي السقف بالظبط، زيه زي السقف بالظبط. عايز حد شاطر يطلع لي في الشكل الاولاني ده الهايت. مين الهايت اللي عندنا هنا؟ يجي واحد يقول لي الهايت ب 11 اديله على وشه، الهايت ب 5 اديله على وشه، الهايت ب 4. ليه الهايت ب 4؟ انا قلت لك 100 مره الهايت موصل ما بين السقف اهو، ده السقف وادي الارض اهو. فين اللاين اللي بيوصل؟ اهو اهو اهو، ده اللاين اللي بيوصل. تمام. طيب يبقى انت عرفت ان ده الهايت، واصبح ده مين؟ مش هتفرق والله العظيم ده لينس ولا ويتس، ما هتفرق. انا عرفت ان اللي في الارض ده ريكتانجل، مش هتفرق مين فيهم اللينس من الويتس. المهم ان انا عرفت ايه؟ عرفت مين الهايت. انا عايز التوتال سيرفيس اريا. يلا كويشن نمبر 1. انا عايز التوتال سيرفيس اريا. قلت قبل كده التوتال سيرفيس اريا هو عباره عن ايه؟ تعالى بقى نبداها واحده واحده. روح هات لي اللاترال سيرفيس اريا الاول. يبقى اللاترال سيرفيس اريا قلنا عباره عن perimeter of the base multiply الهايت. يجي واحد يقول لي هو البريمتر بتاع الريكتانجل ايه؟ اقول له اجري اطلع فوق بسرعه، بص في البي دي اف على البريمتر بتاع الريكتانجل اهو، اهو على جنب اهو، لينس بلس ويتس تايم 2. انزل بسرعه حل. يلا مستر انا عندي مشكله في حفظ القوانين، ما بعرفش احفظ القوانين بسرعه. حل كتير. انا ما بعرفش احفظ القوانين بسرعه كمدرس، بحل كتير من كتر الحل وتكرار الشرح بحفظ القوانين. يبقى البريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت، يعني لينس بلس ويتس تايم 2، يبقى 2 ملتبلاي لينس بلس ويتس ملتبلاي الهايت ايكوال ادي 2. مين هنا اللينس؟ يا عم مش هتفرق اللينس ال 11 ولا ال 5، بس عامة يعني عشان تريح نفسك اللينس هو ال 11، الاطول بيبقى اللينس في الاغلب. ادي 11 بلس 5 ملتبلاي 4. تمام. احسب الحسبة دي، 11 بلس 5 تبقى 16، 16 تايم 2 هتبقى 32. 11 بلس 5 اصلا 11 بلس 5 فعلا 16، 16 تايم 2 هتبقى 32، 32 تايم 4 هتبقى 3 تايم 4 ب 12 و4 تايم 2 ب 8، يبقى 128 سنتيمتر سكوير. لا هنا مش سنتيمتر سكوير، هنا خلي بالك ان الميجرنج يونت متر، يبقى متر سكوير. تمام ماشي. مفيش اي مشكله ان انت ممكن تعيد مثلا حساباتك تاني، ان انا شاكك في الحسابات اللي انا عملتها دي. ادي هنا 11 بلس 5 ملتبلاي 4 128. تمام. الخطوه اللي بعد كده هتروح تحسب التوتال سيرفيس اريا. التوتال سيرفيس اريا قلنا عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن lateral surface area بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. كلام جميل. يبقى lateral surface area بلس دبل area of the base. lateral surface area هي عبارة عن ايه؟ ما احنا جبناها لسه حاسبينها بقى. 128 بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. البيز عبارة عن ريكتانجل، يبقى الاريا بتاعته عبارة عن ايه؟ افتكر لينس تايمز ويتس، يعني 5 تايم 11. ماشي.
5 تايم 11 تبقى 55. 55 تايم 2 تبقى 110. 110 and 128 تبقى 238 متر سكوير. اخر حاجة عايز احسبها، عايز احسب الفوليوم. قلنا الفوليوم بيبقى عبارة عن ايه؟ بيز اريا ملتبلاي الهايت. تمام. البيز اريا بتاعك احنا قلنا بقى لينس تايمز ويتس. تمام. 5 تايم 11 ملتبلاي الهايت. الهايت بتاعك بكام؟ الهايت بتاعك ب4 يبقى تايم 4. تمام. 5 تايم 4 تبقى 20. 20 تايم 11 تبقى 220 متر كيوب. ماشي. يبقى تاخد بالك كده من نوت كده عندك، هكتبها لك على جنب بخط كبير شوية. نوت هنا كده ان الكيوبويد اللي احنا لسه قايلينه ان ده اسمه كيوبويد عنده 12 lateral edge او 12 edge على طول. يعني ايه 12 edge؟ يعني 12 سايد. احنا قلت لك في الشكل ال 3 دي بيبقى اسم السايد، يعني ده يعتبر ايدج، ده ايدج، ده ايدج، وهكذا. دول عددهم كام؟ عددهم 12. تمام. كلام جميل. نروح ندخل على السؤال التاني. ادي triangular prism اهو. فين ال 90 ديجري؟ ادي ال 90 ديجري اهو، يبقى اللي حواليه هيبقى ده بيز وده هايت. ده هايت مين؟ ال 8 دي هايت التراينجل. تمام. تعالى نروح نحسب. انا عايز توتال اريا. اول حاجه هتعملها، هتقولي في السؤال رقم 2 اول خطوه هنعملها هروح اجيب اللاترال سيرفيس اريا. اللاترال سيرفيس اريا عباره عن ايه؟ كتبنا القانون 100,000 مره، احفظ بقى. عباره عن بريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت. طيب البيز بتاعك على شكل تراينجل. يعني ايه بريمتر لتراينجل؟ يعني تعمل ال 3 سايدز بلس بعض. ادي هنا 6 وهنا 8. اجيب السايد التالت ازاي؟ ها، يجي واحد يقول لي انا هسمي السايد التالت ده اكس. انا عشان اجيب السايد التالت، واحد شاطر يقول لي بايثاجورس ثيرم يا مستر، ده رايت انجل تراينجل اهو. ده رايت انجل تراينجل اهو. يبقى 6 باور 2 8 باور 2 تحت الروت. يبقى السايد التالت اللي هو اسمه اكس هيبقى عبارة عن سكوير روت 6 باور 2 بلس 8 باور 2. في واحد تاني شاطر كان قاعد بيسمع الحصة اللي فاتت والحصة اللي قبلها، كان هيلاقيني قلت ايه؟ من غير ما استخدم تراينجل انا هجيب الثيرد سايد ب 10. ليه؟ لان انا قلت لك في رايت انجل تراينجلز مشهورة 6 8 10 3 4 5 12 13 5. تمام. طيب perimeter of the base يبقى 6 بلس 8 بلس 10 multiply الهايت. يبقى lateral surface area 6 بلس 8 بلس 10 ده البريمتر بتاع البيز ملتبلاي الهايت. مين الهايت؟ يا عم بقى قلنا 100 مرة بقى الهايت اللي بيوصل ما بين البيز وما بين السقف. يبقى ال 7 سنتيمتر هي الهايت، يبقى ملتبلاي 7. واشوف عندي هتطلع بكام. مش مهم بقى تطلع بكام، اهم حاجة متنساش ان lateral surface area والتوتال surface area سنتيمتر سكوير والفوليوم سنتيمتر كيوب. التوتال سيرفيس اريا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. يلا قلنا اللاترال سيرفيس اريا ايا يكن احنا جبناها بكام. تعالى يا سيدي نحسبها عشان ما تضايقش نفسك. ادي هنا 6 بلس 8 بلس 10 ملتبلاي 7 طلعت لك كام؟ 168 سنتيمتر سكوير. طيب يبقى هنا 168 هتقول لي بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. ايه هي الاريا اوف ذا بيز؟ البيز عندنا على شكل تراينجل، يبقى هاف تايم بيز تايم هايت. قلنا بقى بنشيل ال2 دي وبنقول بيز تايم هايت على طول. مين البيز ومين الهايت؟ 6 وال8. اللي مش عارف احنا ليه شلنا ال2 يرجع لاول الفيديو كده يعيد تاني شرح التراينجولار بريزم. تمام. احسب الاتنين دول بلس بعض. 6 تايمز 8 على طول ب 48. هنا 40 تبقى 260 سنتيمتر سكوير. اخر حاجه هو عايز الفوليوم. احنا قلنا الفوليوم عباره عن البيز اريا ملتبلاي الهايت. تمام. البيز اريا يعني هاف ملتبلاي 6 هاف تايم بيز تايم هايت ملتبلاي 8 كل ده ملتبلاي الهايت اللي هو 7. تمام. نحسب بقى. نحسب على طول بالكالكوليتر انا زهقت. هاف تايم 6 تبقى 3 يبقى 3 تايم 8 تايم 7 تطلع لك برضو 168 سنتيمتر كيوب.
السؤال اللي بعده هو بيقول لك كوادريلاترال بريزم. يعني ايه كوادريلاترال بريزم؟ يعني بريزم البيز بتاعه عبارة عن شكل مكون من 4 سايد، ده معنى كلمة كوادريلاترال بريزم. whose base in the shape of a rectangle. البيز عندنا على شكل مين؟ ريكتانجل. الدايمنشنز بتاعته 8 و 4، يعني ده اللينس وده الويدث، وبيدي لك التوتال اريا وبيقول لك هات الفوليوم. يجي واحد بقى اتعلم من المسألة اللي فاتت يقول له مستر انا مش هتخض، انا هروح اكتب التوتال سيرفيس اريا واكتب القانون. قانون التوتال سيرفيس اريا عبارة عن lateral surface area plus double الاريا of the base. يقول لي اروح اجيب اللاترال سيرفيس اريا، هي عبارة عن البريمتر اوف ذا بيز ملتبلاي الهايت بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. يقول لي يلا يا مستر انا هشيل كل حاجة وابدا اعوض. اقول له يلا يا عم. البريمتر بتاع البيز قلنا البريمتر بتاع الريكتانجل 2 ملتبلاي ال 8 بلس ال 4 ملتبلاي الهايت. مين الهايت اللي عندنا؟ عندناش هايت. بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. الاريا اوف ذا بيز 2 ملتبلاي لينس تايمز ويتس. اللينس والويتس، اللينس عندك ب 8 والويتس عندك ب 4. تمام. الخطوه اللي وراها، طب ما انت معاك التوتال سيرفيس اريا نفسها ب 280. تمام. يلا نبدا نعمل بقى. هنا ابدا اعمل الثلاث ارقام دول تايم بعض كده في الكالكوليتر. 8 بلس 4 هتبقى 12، 2 تايم 12 تبقى 24. يبقى هنا ادالك 24 اتش. بلس هنا 8 تايم 4 هتبقى 32، 32 تايم 2 هتبقى 64. يبقى هنا 64 وهنا 280. عايز احل ايكويشن من الفيرست ديجري، ايكويشن عبيطه جدا. ودي ال 64 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 280 ماينس 64 equal 24 اتش. 280 ماينس 64 هتشيل 60 من ال 80 تبقى 220، تشيل 4 216، يبقى هنا 216 equal 24 اتش. عايز اجيب الهايت، حد يعرف يجيب الهايت؟ اللي جنب الحرف اللي جنب الفاريبل بيروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يبقى الهايت equal 216 over 24. احسب 216 over 24 تطلع لك الهايت بكام؟ يطلع لك الهايت ب 9. طلع لك الهايت ب 9 سنتيمتر. انا عايز بعد كده ايه؟ عايز اجيب الفوليوم. يبقى تروح تكتب قانون الفوليوم. قانون الفوليوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيز اريا ملتبلاي الهايت. البيز اريا بتاعتك ريكتانجل، يعني 8 تايم 4 ملتبلاي الهايت تايم 9، واشوف هتطلع عندي بكام سنتيمتر كيوب. تمام. وادي سؤال تاني خالص. هنا بيقول لك if the lateral area of a right circular cylinder equal to by r square centimeter what is its height. طيب سؤال زي ده يعني هتروح تكتب لي قانون اللاترال سيرفيس اريا. ادي قانون اللاترال سيرفيس اريا هو عبارة عن ايه؟ perimeter of the base multiply الهايت. يلا نروح نعوض. هو قال لك اللاترال بايه؟ ب 2 باي ار سكوير. ادي 2 باي ار سكوير. البريمتر عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 باي ار، وهنا ملتبلاي الهايت. تعال نطير كل حاجة. ادي هنا 2 باي راحت مع 2 باي. ادي هنا ده ار وده ار باور 2. انا عايز مين اصلا؟ انا عايز اعرف الهايت. الهايت بكام؟ يبقى ودي الار الناحية التانية بالديفايدد. يبقى انت هتقول لي يبقى الهايت equal ار باور 2 over ار. ار باور 2 divided ار، اكس باور 2 divided اكس، تبقى اكس واحدة يبقى ار واحدة، يبقى الهايت بكام؟ يبقى الهايت equal ار. تمام. فكرة من افكار اللذيذة شوية تحل. ادي سؤال رقم 5 عندنا هنا. بيقول لك a right pentagonal prism whose base is a regular pentagon with an area 10 meter square and the area of one of its lateral rectangle is 9 meter square. What is the total area of the prism؟ تمام. ماشي. انا عندي right pentagonal prism، يعني بريزم مكون البيز بتاعه من شكل مكون من كام سايد؟ 5 سايد. تمام. ماشي. وادالك الاريا بتاعته، وادالك الاريا بتاعت واحده من اللاترال ريكتانجل بتاعه. ما هو البريزم اهو، ارجع افتكر كده شكل البريزم اهو. يعني انا لو جيت عملت لك البريزم كده، ادي البريزم اهو. تمام. وجيت وصلت لك كده، يعني ايه اللاترال ريكتانجل بتاعته دي؟ انت لو خدت بالك كده هتلاقي في عندك ايه؟ في عندك ريكتانجل تحت اهو. تمام. وفي عندك وش هنا كده اهو، في وش هنا كده اهو، ده ريكتانجل برضو. تمام. وفي وش لورا اهو، في وش ورا اهو.
تمام. ده برضو ريكتانجل تاني من الناحية التانية. هو ده بيقول لك يعني ان اللاترال واحد من اللاترال ريكتانجلز دول الاريا بتاعته بكام؟ الاريا بتاعته ب 9 متر سكوير. انا عايز التوتال اريا بتاعت البريزم. انا لو مكانك ما توترش، اروح اكتب قانون التوتال اريا. قانون التوتال سيرفيس اريا عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. تمام. يبقى تاني احنا كتبنا هنا قانون التوتال سيرفيس اريا عبارة عن اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. بلس ايه؟ دبل الاريا اوف ذا بيز. انا عايز نرجع للكونسبت بتاع التوتال سيرفيس اريا. مش احنا قايلين ان الكونسبت بتاع التوتال سيرفيس اريا هو عبارة عن الاريا بتاعت الحيطان اللي هي اللاترال سيرفيس اريا بلس دبل الاريا اوف ذا بيز. طب ما انت عندك البيز اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بنتاجون ومديلك الاريا بتاعته، يبقى هنا دبل الاريا اوف ذا بيز يعني 2 تايم 10. ادي اول جزء جبته. المشكلة في الجزء التاني اللاترال سيرفيس اريا. طب انا هرسم لك تاني البريزم واحاول افهمك تاني. ادي البريزم على شكل مين؟ انا هرسم لك البريزم على شكل تراينجل. حط في اعتبارك على شكل تراينجل مكون من 3 سايد. تمام. عنده كام فيس ريكتانجلر فيس؟ عنده كام لاترال ريكتانجل؟ عشان هو تراينجل مكون من 3 سايد يبقى هو عنده كام حيطة؟ عنده 3 حيطان وعنده سقف وارض. يبقى البنتاجونال المكون من 5 سايد. تمام. يبقى البنتاجونال المكون من 5 سايد هيبقى عنده كام حيطة؟ ما هي السقف بتاعه والارض بتاعه شكل مكون من 5 سايد، يبقى مكون من 5 حيطان. يبقى اللاترال سيرفيس اريا هتبقى عبارة عن ايه؟ الحيطة الواحدة الاريا بتاعتها بتسعة. طب ما احنا قايلين ان اللاترال سيرفيس اريا مجموع الاريا بتاعت الحيطان. احنا عندنا كام واحد؟ عندنا 5 حيطان يعني 5 تايمز 9. يبقى 5 تايمز 9 تطلع لك 45. 2 تايم 10 تطلع لك 20. 45 بلس 20 تطلع لك 65 متر سكوير. واحد من الاسئله القويه جدا اللي ممكن انت ما تاخدش بالك منه خالص. تمام. ما تكونش حليت زيه، بس ده مبني على كونسبت يعني ايه توتال سيرفيس اريا. تمام. ولا عوضنا في قوانين ولا رحنا حطينا ارقام ولا عملنا اي حاجه. تمام. احنا مجرد بس شغلنا دماغنا فهمنا هو طالب ايه في السؤال. تمام. بقيه الاسئله انا بصيت عليها قبل كده، يعني الاسئله يعتبر ما فيهاش حاجه. لو في حد واقف معاه اي سؤال في الدرس ممكن يبعتهولي او يكتبه في الكومنتات او يكتبه في اي حته. تمام. مفيش اي مشكله. ماشي. ده كده بالنسبه لدرس الاريا. ندخل على الدرس اللي وراه، درس الديستانس بتوين تو بوينت. قبل ما ندخل بس على الدرس اللي وراه ديستانس بتوين تو بوينت، نكتب حبه نوتس هنا كده. تمام. حبه اريا بتاعت الاشكال عشان برضو الناس تبقى فاكراها تاني المره التانيه. عيد كده تاني. ادي سكوير. تمام. قلنا الاريا بتاعت السكوير على طول، الاريا بتاعت السكوير سايد تايم سايد. البريمتر بتاع السكوير سايد تايم 4. قلنا لو عندي ريكتانجل بالمنظر ده، الاريا بتاعت الريكتانجل هتقولي الاريا بتاعت الريكتانجل ده اللينس وده الويتس، يعني لينس تايمز ويتس. والبريمتر بتاع الريكتانجل 2 ملتبلاي لينس بلس ويتس. تمام. الشكل اللي بعد كده لو جيت اتكلمت على تراينجل. تمام. دي من الحاجات القديمة. ادي التراينجل اهو. هنا دي 90 ديجري. اصبح ده البيز وده الهايت. يبقى الاريا عبارة عن هاف تايم بيز تايم هايت. لسه مخلصناش، اكمل الاشكال عشان تفتكرها. لو جيت اتكلمت على، حاول نشوف لك كده شكل عدل للرومبس. بس مفيش هنا شكل عدل للرومبس. نعمل لك احنا الرومبس هنا. ادي سايد. ممكن بقى نقعد ناخد الكوبي بيست عشان ما نبوظش الدنيا، عشان يطلع كل سايد زي. خدت انت الاريا بتاعت الرومبس قبل كده؟ كان بيقولك الاريا بتاعت الرومبس بتبقى عبارة عن half multiply d1 time d2. تمام. يعني half multiply الدياجونال الاولاني time الدياجونال التاني. وانت عارف كده كده ان التو diagonals بتوع الرومبس بيبقوا perpendicular وكل السايدز بتاعته equal. خدتها في اولى اعدادي. تمام. لو اعتبرت ان ده d1 وده d2،
يبقى الاريا بتاعت الرومبس عبارة عن half multiply d1 time d2. وعلى فكرة من هنا ممكن تطلع قانون تاني للاريا بتاعت السكوير عبارة عن d سكوير. تمام. البريمتر بتاع الرومبس هيبقى عبارة عن سايد تايم 4. حد مش عارف يعني ده الرومبس. تمام. اخر حاجة برضو ممكن افكرك بيها، ممكن افكرك بالترابيزيوم. تمام. الترابيزيوم اللي هو كان بيبقى عنده 2 parallel bases، يبقى عنده 2 parallel bases وبعد كده عنده هنا ليج وهنا ليج. تمام. كنا بنقول ان دي الليج ودي الليج، وده بيز 1 وده بيز 2. ماشي. الاريا بتاعتك عبارة عن ايه؟ half multiply base 1 plus base 2 time الهايت. هو فين الهايت؟ احنا قلنا بقى قبل كده الهايت الشرط بتاعه دايما ان هو بينزل ايه؟ بينزل perpendicular. ففي الحالة دي ده يعتبر الهايت بتاع الترابيزي. ندخل على الدرس اللي وراه. الدرس اللي وراه بيكلمك عن او بيجي بعنوان ايه؟ the distance between two point. درس ملوش علاقة باللي قبله تماما تماما، درس تافه وهايف. بدأ عندك في جريد 6، خدت فكرة عنه بس الفكرة كانت سهلة جدا. تمام. دلوقتي احنا هناخد الفكرة ايه؟ قانون واحد وتبدأ تعوض فيه وتاخد كام فكرة على القانون وخلاص خلصنا. يعني ايه distance between two point؟ يعني انا عندك point اهي اسمها ايه. تمام. انت عارف ان اي point بتبقى مكونة من x1 و y1. تمام. عندك بوينت تانية اسمها b. البوينت التانية بتبقى x2 y2. انا عايز اجيب الديستانس بتوين التو بوينت دول، عايز اجيب المسافة دي، عايز اعرف اللينس بتاع المسافة اللي ما بينهم بكام. قال لك القانون بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، الديستانس ايكوال، قانون الديستانس ايكوال يقول لك ادي سكوير روت كبير كده. تمام. السكوير روت ده يقول لك ايه؟ يقول لك شوف انت حابب تبدأ من البوينت دي ولا البوينت دي، بس اللي تبدأ من عنده من الاكس تاخد من عنده الواي. يعني انا هبدأ مثلا من البوينت بي، اقوم قايل يبقى x2 ماينس x1 جوه براكت باور 2 بلس y2 ماينس y1 جوه براكت برضو باور 2. تمام. يبقى ده باور 2 وده باور 2، واروح اعوض في الارقام واشوف الناتج هيطلع عندي بكام. واحد تاني يجي يقول لي انا عايز ابدا من x1، اقول له حبيبي ابدا من x1 ولا تزعل نفسك. يقول لك طيب يبقى x1 ماينس x2. لو جه بقى قام غلط غلطة الفلاح الماس، يقوم عامل ايه بقى؟ يقول لك y2 ماينس y1. يا حبيبي انت بدأت من دي، بدأت من عند الاكس من هنا، ليه تبدأ الواي من هناك؟ ليه تاخد الواي من هناك؟ لا انا بدأت الاكس من هنا يبقى ابدأ الواي من هنا، بدأت الاكس من هنا يبقى ابدأ الواي من هنا. تمام. ده الدرس يا مستر. والله ده الدرس بمنتهى البساطة كده. في حبة افكار طبعا هنشتغل عليها، حبة مسائل هنشتغل عليها وكم حتة كده، بس نبدأ بس نحل ايه في المسائل بتاعة الدرس. example number 1. example number 1 ده الاكزامبل المبدئي بتاع الدرس كده، اللي هو ايه؟ تروح تعوض في القانون، يعني تسمع القانون. اول حاجه بيقول لك find the distance between two point ال A وال B. يبقى بمنتهى البساطه هتقول لي السؤال رقم 1 انا عايز اروح اجيب الديستانس، يبقى سكوير روت كبير كده. تمام. السكوير روت اقوم قايل انا هبدا من هنا، اقوم قايل 3 ماينس، يجي واحد يقول لي ماينس 3، اقوم مديله بالقلم على وشه على طول. ماينس 3 ليه؟ ما النيجاتيف 3 اهي، الواي هنا نيجاتيف 3 اهي، انت ليه بتقول 3؟ يبقى 3 ماينس نيجاتيف 3. يا مستر ده انت عملت الواي الاول، ما تنساش ان ده براكت وده براكت. تمام. باور 2. يا مستر ده انت عملت الواي الاول، عادي يا عم، ما هم بلس يا حبيبي، ما هم بلس في النص مش هتفرق. بعد كده اقوم قايل نيجاتيف 2 ماينس 6 باور 2. تمام. احسب الكلام ده بالكالكوليتر وشوف عندك هيطلع بكام، يبقى انت جبت الديستانس. تمام. وحط في الديستانس هنا يونتس بس. سؤال رقم 2 هنا بيقول لك if the distance between the two point 4 و k و 1 و 7 equal 5. خليك ذكي بقى، مش اول ما تشوف بقى سؤال فيه مجرد فكرة تتخض وتسيب القلم. اكتب القانون بتاعك.
القانون بتاعك بيقول لك الديستانس هتبقى ايكوال ايه؟ يلا y2 minus x2 minus x1 plus y2 minus y1 all power 2. ادي السكوير روت اهو. يبقى هتقول لي يبقى 1 minus 4. يا مستر انت بدأت المرة اللي فاتت من الواي يا عم، مش فارقة. يبقى 1 minus 4 باور 2 plus 7 minus k باور 2. طب بعد كده ما انت معاك الديستانس في 5، يبقى هنا 5. ال 5 هتبقى ايكوال السكوير روت. طب انا عايز اشيل السكوير روت، اعمل ال 5 دي باور 2. يبقى 5 باور 2 هتبقى ايكوال 1 minus 4 باور 2 plus 7 minus k all باور 2. الخطوة اللي وراها بعد كده هتعمل ايه؟ 1 minus 4 باور 2 دي احسبها بالكالكوليتر. 1 minus 4 باور 2 هتطلع لك 9. تمام. و5 باور 2 دي هتطلع لك 25. يبقى هنا 25 وهنا هيطلع لك كام؟ 9 بلس 7 minus k all باور 2. في عيل شاطر يقول لي انا فاكر فكة الباور 2 من الترم الاولاني، هروح افك البراكت ده باور 2 واقول له ايه ده؟ اصبر. ودي ال 9 الناحية التانية، يبقى 25 minus 9 equal 7 minus k all باور 2. 25 minus 9 تطلع لك 16. يبقى 16 equal 7 minus k all باور 2. ايه اللي يموت الباور 2 في الناحيتين في الحالة دي؟ يجي بقى واحد يقول لي ايه؟ ايوه انا بكسول وبحب الكسل. اعمل سكوير روت يمين سكوير روت شمال. يبقى 7 minus k تطلع equal 4. او مديك بالقلم تاني على وشك positive or negative 4. وهو ماسك المسألة قاسم الصفحة حتتين. اقول 7 minus k equal 4. اودي الكي الناحية دي واجيب الفور هنا بالماينس، يبقى هتطلع لي 7 minus 4 equal k. عشان النيجاتيف k يروح هناك بالبوزيتيف، البوزيتيف 4 يجي هنا بالنيجاتيف، تبقى 3. يبقى الكي ب 3. طيب واقول 7 minus k equal نيجاتيف 4. ادخل النيجاتيف 4 جوه تبقى 7 بلس 4. اودي الكي بره تبقى بوزيتيف k. يبقى 7 بلس 4 11. يبقى الكي ايكوال 11. يبقى الكي يا اما ب 11 يا اما الكي ب 3. واحدة من الاتنين دول. ناخد السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك بدأ بقى يلعب على الأسئلة. تمام. يعني القانون سهل جدا وهايف جدا. يجي ويقوم قايل لك في سؤال زي ده find the perimeter of triangle ABC in which A equal كذا وال B equal كذا وال C equal كذا. لسه قايل لك في الدرس اللي فات البريمتر يعني انت تعمل كل السايدز بلس بعض. يبقى انا محتاج اعمل كل السايدز بلس بعض. تمام. واحد بقى متلخبط ومحتاس، اقول له يا عم تعالى نرسم عشان افهمك كده واحده واحده. ادي تريانجل اهو، واقوم حاطط عليه ادي هنا ايه، هنا بي، هنا سي. الاي بتاعتي بكام؟ بنيجاتيف 1 و 2. البي بتاعتي ب 13 و 2. السي بتاعتي ب 4 و 14. تمام. ابدا اجيب، انا عايز البريمتر. يا عم الحاج بمنتهى البساطه اللي في الدنيا. يبقى انت عايز اللينس between every two side. يبقى انت عايز اللينس ما بين الاي والبي. يبقى انت عايز اللينس بتاع الاي بي واللينس بتاع البي سي واللينس بتاع الاي سي. انا عايز اللينس بتاع التلاته. يبقى تعالى نجيب اللينس بتاع الاي بي. يبقى اول حاجه هتعملها تروح تقول لي انا هجيب الاي بي، يعني هجيب الديستانس بين الاي والبي. يبقى دي سكوير روت. تمام. يلا هات الديستانس ما بين الاي والبي. هتقول لي يبقى 2 minus 2 باور 2 بلس 13 minus نيجاتيف 1 واقفل براكت باور 2 واشوف عندي هتطلع بكام. 2 minus 2 ده بقى بزيرو. 13 minus نيجاتيف 1 هتطلع لك ب 14. 14 باور 2 14 باور 2 تطلع ب 196. يبقى الاي بي طلع ب 196. طبعا 196 انا نسيت اعمل الروت اهو. يبقى روت 196 تطلع ب 14. يبقى اول واحده ب 14 سنتيمتر. ليه سنتيمتر؟ وانت عرفت منين سنتيمتر؟ 14 يونتس. تمام. تاني حاجه هتروح تجيب البي سي. نفس الفكره، ادي سكوير روت. هتقول لي يلا 4 minus 13 باور 2 بلس 14 minus 2 باور 2 واحسب. يلا ادي الكالكوليتر بتاعنا اهو، وادي سكوير روت. هنا 4 minus 13 باور 2 بلس
14 minus 2 باور 2 تطلع لك بكام؟ 15 units. يلا اللي بعده، اخر حاجة هتجيبها السايد التالت ال AC. يلا ادي ال AC سكوير روت، يبقى 14 minus 2 باور 2 plus 4 minus negative 1 باور 2. واحسب برضو بالكالكوليتر. ادي سكوير روت اهو 14 minus 2 all باور 2 plus 4 minus negative 1 باور 2 تطلع لك بكام؟ 13. عايز بقى يجي يا عيني واحد حل لغاية هنا وينسى يكمل السؤال. يا راجل يا طيب انا عايز البريمتر، جمع التلاتة بلس بعض يبقى 14 بلس 15 بلس 13. تمام. 14 و 13 تبقى 27 27 و 15 تطلع لك 42 units. ممكن اكون غلطت في الحسابات مثلا او حاجة، فعادي يعني. احسب انت وعيد ورايا، لو لقيتني غلطت في حاجة عدلها. السؤال اللي بعده second example number 6 ده، قصدي number 3 ده. هات example number 4. example number 4 نكتب الاول نوت كده على example number 4 ده عشان حتة كده. لما يجي يثبت او يجي يقول لك prove that in the 3 points A و B و C are collinear. عايز اثبت ان ال 3 points دول are collinear. يعني ايه collinear؟ collinear يعني التلاتة على نفس الخط. طب تعالى كده اقول لك حاجة. انا هرسم ادي لاين عندي اهو، ادي لاين، ادي البوينت A. انا هفرض ان البوينت A على اللاين، والبوينت B دي على اللاين، والبوينت C على اللاين. ايه رأي حضرتك لو انت رحت جبت المسافة ما بين A و B، وجبت المسافة ما بين B و C؟ هنا طلعت 3 وهنا طلعت 4، يبقى المسافة من ال A لحد ال C تطلع كام؟ هتقول لي 7. اقول لك ده نفس الفكرة اللي احنا هنثبت بيها ان اي 3 بوينت ار كولينير. ما هو لو المسافة من ال A لل C طلعت اصغر من 7 او اكبر من 7 او مش قد ال 7، تمام، يبقى معنى كده ان مستحيل يكونوا التلاتة بوينت دول على نفس الخط. مستحيل. ما هو المسافة من ال A لل B ب3، والمسافة من ال B لل C ب4، يبقى لازم ال3 زائد ال4 توصلك من ال A لحد ال C. ال3 زائد ال4 ما توصلكش من ال A لحد ال C في حالة ان ال C كانت فين؟ والله في حالة ان ال C كانت هنا مثلا، السي واقعة كده لتحت، تمام، او السي بعيدة كده في حتة تانية، يبقى الاي سي هنا كده شادد لاين كده، لاين تاني خالص. تمام. يبقى دي نفس الفكرة اللي احنا هنثبت بيها ان اي 3 بوينت ار ايه؟ ار كولينير. تمام. يبقى تعالى ناخد السؤال كده ونشوف. في example number 4 بيقول لك اهو prove that ان ال 3 points دول are collinear. يبقى انا عايز اثبت ان ال3 بوينت دول كولينير. يبقى انت تقول لي بص يا مستر انا هروح باستخدام قانون الديستانس بين التو بوينت، هروح اجيب الاي بي، بعد كده اجيب البي سي، بعد كده اجيب الاي سي، زي ما عملنا في اللاين اللي فوق بالظبط. لو طلعوا اتنين قد التالت يبقى هما كولينير. اقول له حلو جدع وشطور. ادي سكوير روت اهو. تمام. هتقول 0 ماينس نيجاتيف 2 باور 2 بلس 4 ماينس 3 باور 2. تقول لي 0 ماينس نيجاتيف 2 تبقى 4، 4 ماينس 3 دي تبقى 1، 4 1 تبقى روت 5. ادي اول واحده. البي سي ادي سكوير روت. البي سي هتقول لي يبقى 4 ماينس 0 باور 2 يعني 4 بلس 6 ماينس 4 باور 2. شوف دي هتطلع بكام. 4 ماينس 0 4 باور 2 تبقى 16، 16 و4 تبقى 20 روت 20. احسب على الكالكوليتر كده روت 20. روت 20 طلعت لك 2 روت 5. تمام. الاي سي اخر واحد ادي سكوير روت. سكوير روت انا عايز الاي سي. الاي سي هتقول لي يبقى 4 ماينس نيجاتيف 2 بلس 6 ماينس 3 باور 2.
ولا تعالى نحسب 4 ماينس نيجاتيف 2 هتبقى 6، 6 باور 2 تبقى 36. هنا 36 و 9 تبقى روت 45. تبقى هنا 3 روت 5. طيب خد اصغر اتنين اعملهم بلس بعض، يبقى هتقول لي يبقى سنس ان ال AB بلس ال BC يعني روت 5 بلس 2 روت 5. لما اجي اقول لحضرتك x بلس 2x تطلع لك كام؟ 3 روت 5. يعني ايكوال مين في الاخر؟ ايكوال ال AC، صح؟ يبقى therefore ان التلاتة بوينت ايه؟ are collinear. يبقى therefore ان ال A وال B وال C are collinear. صعبة الفكرة دي في حاجة؟ فكرة من الافكار اللذيذة على درس الديستانس. تمام. الفكرة اللي بعد كده example number 5 بيقول لك prove that ان vertices are الفيرتيسز بتاع الباراليلوجرام. تمام. او بالمره ممكن برضو افكرك بقانون الاريا بتاعت الباراليلوجرام، او افكرك بالباراليلوجرام عامه. ايه هو الباراليلوجرام؟ تعالى ما نفكرك بالباراليلوجرام. الباراليلوجرام ده شكله عامل ازاي؟ تعالى بس نكتب على جنب كده ان احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الباراليلوجرام. الباراليلوجرام شكل عامل ازاي؟ باراليلوجرام ادي سايد، ادي سايد تاني، ادي سايد تالت. يبقى شكل اول حاجه كده مكون من كام سايد؟ مكون من 4 سايد. مكون من كام سايد؟ مكون من 4 سايد. اولا كده each two opposite side are parallel، يعني ده parallel لده وده parallel لده. تمام. وكمان غير ان each two opposite side are parallel each two opposite side are equal، يعني السايد ده equal ده والسايد ده equal للسايد ده. تمام. والسايد ده equal للسايد ده. طب بالمرة بقى، بالمرة ده يعتبر بيز 1 وده يعتبر بيز 2، لان الاتنين دول قد بعض، الاتنين اللي في وش بعض. ففي عندنا كام هايت؟ عندنا 2 هايت. ادي هايت اهو وادي هايت تاني هنا اهو. يبقى هايت نزل من هنا كده وهايت تاني نزل كده. الهايت الكبير في وشه بيز صغيرة، الهايت الصغير في وشه بيز كبيرة. تمام. فده هايت 1 او ده هايت 1 وده هايت 2. ماشي. فانت هتقول ده يعتبر برضو بيز 1 عادي وده يعتبر برضو بيز 2، بس مش فارقه. لو قلنا الاريا بتاعتنا، الاريا بتاعت الباراليلوجرام هتبقى عباره عن ايه؟ يا تقول لي بيز 1 ملتبلاي اتش 1 يا اما تقول لي بيز 2 ملتبلاي اتش 2. مش اي بيز واي هايت تايم بعض، الهايت اللي نازل على بيز معين. بندور على الاتنين اللي حوالين ال 90 ديجري زي ما قلنا في التراينجل بالظبط. تمام. ناخد بقى السؤال بتاعنا ونشوف هو عايز ايه في السؤال بتاعنا اساسا. السؤال بتاعنا بيقول لك ايه؟ prove that ان البوينتس A و B و C و D are vertices of parallelogram. طب انا اثبت ازاي ان هم vertices of parallelogram؟ يا عم بمنتهى البساطه، هات كل اتنين سايد في وش بعض. لو طلع كل اتنين سايد في وش بعض equal يبقى ده parallelogram. ما انت بتقول اهو السايد ده قد ده والسايد ده قد ده. فانت نفس الفكره هنا، هات ال AB، هات ال BC، هات ال CD، هات ال AD. كل اتنين قد بعض يبقى خلاص. يبقى اول حاجه هتروح تقول لي انا هجيب الاي بي. ادي الاي بي وهو عامل سكوير روت، هو عامل سكوير روت كده. الاي بي يبقى 2 ماينس نيجاتيف 2 بلس 2 ماينس 1 باور 2. احسب الحسبه دي بالكالكوليتر. 2 ماينس نيجاتيف 2 تبقى 4، 4 باور 2 هتبقى 16، 16 1 يبقى روت 17. تمام. هتروح تحسب البي سي، ادي سكوير روت. طب لو قال لك اثبت ان هما سكوير يبقى الفور سايدز هيطلعوا ايكوال. تمام. هتثبت بس ان تو سايدز ايكوال وخلاص. تمام. مش لازم تكتب الاربعه. البي سي بس تجيبهم ازاي؟ يعني تجيب اي بي مع بي سي يطلعوا الاثنين ايكوال لبعض يبقى ده سكوير. هتروح تجيب البي سي يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف 1 ماينس 2 باور 2 بلس 2 ماينس 2. مستر انت مره تبدا بالواي مره تبدا بالاكس. يا عم عادي، ابدا باللي انت عايز تبدا بيه. 2 ماينس 2 تبقى 0. نيجاتيف 1 ماينس 2 هتبقى 3
3 باور 2 تبقى 9 روت 9 يبقى 3. تمام، يبقى على طول يبقى ده بال3. ماشي. بعد كده هتروح تجيب السي دي. السي دي ادي سكوير روت السي دي، يبقى تقول لي يبقى نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 all باور 2 بلس، احنا بنقول سي دي يبقى نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1، بعد كده نيجاتيف 2 ماينس 2، بعد كده نيجاتيف 2 ماينس 2 all باور 2. اوعى تغلط غلطة هنا هتضيع لك المسألة. نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 تبقى هنا بلس، يبقى 1 ماينس 2 تبقى 1، تبقى دي 1 باور 2 1 باور 2، وهنا 4 باور 2. غالبا انا عامل غلطة في الحسابات غالبا. ادي هنا سكوير روت نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 ماينس 2 باور 2. مش بقول لك غالبا انا عامل غلط، كنت بحسب انا حاجة في دماغي غلط. يبقى هنا روت كام؟ هنا روت 17. تمام صح. اخر حاجة هتروح تجيب لي ال AD، يبقى ال AD هيطلع ايكوال ادي سكوير روت. تمام، ال AD هيطلع سكوير روت، يبقى تقول لي ال A وال D يبقى نيجاتيف 2 ماينس 1، يبقى ادي نيجاتيف 2 ماينس 1 باور 2 بلس كام؟ نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف 2 باور 2. دي برضه هتطلع لك بال3. تمام، يبقى في الحالة دي هتقول لي ايه؟ since ان ال AB equal ال CD، تمام، كوما وال BC equal ال AD، يبقى therefore ان ال ABCD is a rectangle. يبقى therefore ان ال ABCD is a rectangle. تمام، كده خلصنا البروف بتاعنا. ناخد سؤال كمان example number 6، وده آخر سؤال على الدرس. يبقى احنا كده خلصنا lesson 5 و 6 في كتاب المدرسة، ناقص لك درس واحد في الجيومتري وابقى خلصت معاك في الجيومتري، وخلصنا lesson 6 و 7 بالنسبة للمعاصر. تمام، السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا if the 2 points x عبارة عن 5 و k lies on a circle whose center is m، اللي هو السنتر بتاعها 1 و 2، find the possible values of k and calculate the area of the circle m. بص يا سيدي، انا مش فاهم اي حاجة بصراحة. اعمل ايه؟ ادي السيركل بتاعتي رحت رسمتها. انا احب ارسم كده عشان افهم واحدة واحدة. هو بيقول لي سيركل السنتر بتاعها عبارة عن ام، ادي ام. الام ده ايه؟ الام ده عبارة عن 1 و 2. كلام جميل. if the 2 points lie on a circle whose center is m، السنتر بتاعها m 1 و 2، find the possible values of k. find the possible values of k. ماشي يا سيدي، هو قال لك الاكس والواي لاي اون ذا سيركل. ادي هنا يا سيدي كده كده الاكس وده كده الواي. تمام، يبقى انت شد لاين هنا كده. لو انت شديت لاين ده كده من الام لحد الاكس ومن الام لحد الواي، ايه رأيك؟ في مشكلة لو انا شديت تو لاينز كده بالمنظر ده؟ مفيش اي مشكلة. فين المشكلة؟ بس عايز اسأل سؤال، هو من الام لحد الاكس اصبح ده ايه؟ الاكس بتاعتك دي عبارة عن 5 وكي، والواي بتاعتك عبارة عن نيجاتيف 4 و 6. تمام، ماشي. من الام لحد الاكس ده يعتبر ايه بقى؟ ده ريديوس وده ريديوس، صح كده؟ يبقى انت هتروح تجيب الديستانس ما بين الام واي تطلع ريديوس، وتجيب الديستانس ما بين الام والاكس تطلع نفس الديستانس. تمام، هتروح تشتغل عادي. يبقى اول حاجه تروح تجيب الام واي بقانون الديستانس عادي جدا. يبقى الام واي عباره عن ايه؟ سكوير روت. يبقى الام واي عباره عن ايه؟ سكوير روت. هتقول لي 1 ماينس نيجاتيف 4 all باور 2 بلس
2 minus 6 باور 2. 1 minus negative 4 تطلع لك 5. 5 باور 2 plus 4 باور 2 يبقى ده التالت بكام؟ 3. تمام. يبقى الراديوس بتاعك طلع بكام؟ ب 3 يونتس. ماشي. يبقى مش محتاجه فقاقه. يبقى الام اكس بتاعت حضرتك عباره عن ايه؟ عباره عن هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال 3 يونتس. روح عوض بقى في قانون الام اكس اللي هو قانون الديستانس. يبقى ادي 3 ايكوال سكوير روت. يبقى هتقول لي 5 minus 1 باور 2 plus k minus 2 باور 2. نفس الفكرة اللي عملناها قبل كده. اعمل باور 2 هنا باور 2 هنا يبقى ده 9. وهنا 5 minus 1 باور 2 دي هتطلع لك 4 باور 2 plus k minus 2 باور 2. تمام. ماشي. يبقى احنا عملنا باور 2 هنا وباور 2 هنا. 4 باور 2 دي هتطلع لك كام؟ 16. في هنا غلطة. في غلطة في الحسابات. في غلطة انا غلطتها. انا غلطت غلطة وانا بحسب. تمام. يعني انا غلطت غلطة هنا. ليه بقى انا عرفت منين ان انا غلطت غلطة؟ لان كده هيطلع لي باور 2 ايكوال لرقم نيجاتيف، فطبعا ده غلط. طيب احنا نحسب بقى، نعيد الحسابات بتاعت الحتة دي كده، بتاعت السكوير روت ده كده. ادي سكوير روت اهو يا استاذ، مدرس وبغلط في الحسابات عادي جدا، مفيش فيها اي مشكلة يعني. تمام. فانت ما تندمش لما تقعد، او ما تقعدش يعني ايه مجرد غلطة تقعد بقى زعلان ومش عارف احل وبكره الماس والماس مادة معقدة وبتاع. اديني غلطت غلطة تاني وانا بكتب على الكالكوليتر اهو. النهاردة اليوم الغلطات بس ولا ايه؟ نسيت احط براكت كده. نسيت اقفل براكت كده، طلعت روت 41. يبقى انا الحساب اللي انا حسبته هنا حسبته غلط. يبقى ده روت 41. تمام. يبقى ده كام كده؟ يبقى هنا كده ده روت 41. عايز اطير السكوير روت يمين والسكوير روت شمال، يبقى اعمل باور 2 باور 2 يبقى ده يطلع لي 41 اهي كده تمشي. ودي 4 باور 2 الناحيه التانيه بالماينس تبقى 41 ماينس 16 equal k minus 2 all power 2. 41 minus 16 هتطلع لك تطلع لك كام؟ شيل من هنا انا ملخبط، انا هنكت خلاص. يبقى 41 minus 16 تطلع لك 25. يبقى هنا 25 هتطلع equal k minus 2 all power 2. تمام. عايز اموت الباور 2 ده سكوير روت يمين سكوير روت شمال، يبقى k minus 2 واحد يقول لي equal 5 هديله على وشه بوزيتيف اور نيجاتيف 5 واقسم الصفحة نصين. اقوم قايل ان k minus 2 equal 5 مرة، يعني ال k equal 7 وال k minus 2 equal نيجاتيف 5 مرة، وادي النيجاتيف 2 الناحية التانية بالبلس يبقى k equal نيجاتيف 5 بلس 2. تمام. يبقى ال k equal كام؟ نيجاتيف 5 بلس 2 تطلع لك نيجاتيف 3. يبقى الكيب 7 او نيجاتيف 3 حتى هو كان في راس السؤال بيقول لك find the possible values of x، يعني الاكس ممكن ما تبقاش باجابه واحده. هنا في الاخر بيقول لك calculate the area of the circle. انت جبت الراديوس بتاع السيركل بكام؟ انت جبت الراديوس بتاع السيركل، دي كانت غلط، دي كانت المفروض تتكتب روت 41. جبت الراديوس بتاع السيركل بروت 41، يبقى الاريا بتاعت السيركل عباره عن باي ار سكوير. تمام. يبقى الباي تنزل زي ما هي في الار اللي هو روت 41 باور 2، يعني الاريا ب 41 باي، تكتب هنا سكوير يونتس. دي كده كل حاجة بالنسبة لدرس الاريا بتاع السلندر وتريانجولار بريزم، وبالنسبة لدرس الديستانس بتوين 2 بوينت.